اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. هذه هي الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لعام 1447. سألنا الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يختم لنا ولكم رمضان بالعتق من النيران، آمين. ما زال الحديث حول مقاصد سورة النساء، وأحب في بداية هذه الحلقة أن أنبه أن هذا الدرس وهذه الحلقة المباركة ستستمر دروسها إن شاء الله بعد العيد في كل يوم السبت من الساعة 5 إلى الساعة 6 مساء إن شاء الله. آمل من مشاهدي الكرام ومشاهدات الكريمات المتابعة والنشر لهذا الدرس. أما حلقة هذا اليوم فهي امتداد لما تحدثنا عنه بالأمس من افتتاحية سورة النساء، والكلام حول حقوق الضعفاء، والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والتزام حدوده. والآن سننتقل بمشيئة الله إلى أهداف أيضا مهمة ترمي إليها هذه السورة فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الأسرية. تحدثت الآيات من آية 3 إلى آية 35. وفيما يتعلق بنظام الميراث وتقسيم التركات الآية 11 و14، وكذلك الآية الأخيرة وهي 176. ثم سنتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة عن الآيات من 15 وحتى الآية 25 عن حماية المجتمع من الفاحشة والظلم. وبهذا سننهي هذه الحلقة بهذه الآيات وبهذه الأهداف والمقاصد، ثم نكمل بعد ذلك بمشيئة الله بعد شهر رمضان. سألنا الله تعالى أن يعيد إلينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل بالصحة والعافية والأمن والإيمان. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف الذي متعنا وكان ضيفا مستداما في هذه الحلقة المباركة. سألنا الله تعالى أن يتقبل منه وأن يثقل موازينه، كما نسأل الله مرارا تكرارا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مرحبا بالشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك. حياكم الله. شيخنا العزيز، تحدثنا في فاتحة هذه السورة فيما يتعلق بقضايا التقوى وتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى. الأسرة وما أدراك ما الأسرة. تحدثت هذه السورة عن قضايا الأسرة وشؤون الأسرة من آية 3 إلى آية 35. نفتتح بصفة عامة عن ما تحدثت به هذه السورة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى جزئيات من بلاغة القرآن الكريم ومن معجزاته ومن اللفتات بنهاية السور كما تعودنا من فضيلتكم، فإلى فاتحة هذا المقصد بالذات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما ذكرت في المقدمة بأن السورة هي سورة تنظيم المجتمع بكل ما تعني هذه الكلمة، بدءا من تنظيم الأسرة وتنظيم المجتمع في علاقاته البينية، وكيف يمكن لهذا المجتمع أن يكون مجتمعا محميا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ثم بعد ذلك كيف
يبنى النظام والولاية السياسية في الأمة، ثم كذلك علاقات هذه الأمة الداخلية مع المنافقين، وعلاقات هذه الأمة الخارجية كذلك مع الكفار. ده يمكن المجمل الذي تناولته السورة. أما في المقصد الأول وهو مقصد الأسرة، نلاحظ بأن السورة بعد أن حددت التصور الذي ينبغي أن يبنى عليه المجتمع الإسلامي، وهو تصور أصل الخلقة، لأنه كانت هنالك تصورات جاهلية كثيرة جدا حول التصور الإنساني، وتحديدا النظر إلى المرأة، كيف كانت نظرات الجاهلية بمختلف اتجاهاتها، سواء كان العرب أو الهنود أو الفرس أو حتى الأوروبيين، يعني كانت لهم نظرات حول طبيعة خلقة المرأة، وهل هي أصلا من عالم الإنس أم أنها ليست من عالم الإنس، وهل هي أصلا تتصف بصفة الإنسانية والبشرية أو لا تتصف بصفة الإنسانية والبشرية. التصور الإسلامي منذ الوهلة الأولى حسم هذا الموضوع بالإشارة إلى أن الله تبارك وتعالى خلق الجميع، خلق الذكر والأنثى كلهم من نفس واحدة. جميل. هذا التصور مهم جدا سبحان الله فيما سنتكلم عنه من أسرة، لأنه بعد أن قال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا البث يبدأ من خلال الأسرة. دخل مباشرة في طبيعة العلاقة بين هذا الذكر والأنثى. ما هي الطبيعة؟ يعني ما هي العلاقة التي يرتبط بها الذكر مع الأنثى لبناء هذه المنظومة اللي هي منظومة الأسرة، اللي هي منظومة التزاوج، فيها طبعا تراحم وفيها ألفة وفيها علاقات حميمية إلى غير ذلك. فلا بد أن تحدد، يعني هل والله هي علاقات حيوانية كما هو عالم الحيوان، علاقات غريزية قائمة على الغريزة، بحيث والله ليست هنالك ضوابط وليست هنالك، حيث ما وجد رجل أو امرأة مجال لأن تقضي غريزتها فإن ذلك يكون متاحا، وبالتالي لا روابط. فهذه أهم قضية تجيب عنها هذه الصورة من خلال أن العلاقات التي تربط بين الرجل والمرأة لتكوين الأسرة هي علاقات الزواج، هي علاقات الزواج. وعلاقات الزواج أيضا لها مراسمها، طبعا دخلت في تفاصيل كثيرة جدا. هذه المراسم تحدد من خلالها مهام الرجل، وتحدد من خلالها مهام الأنثى، ويحدد على ما يقع العبء، وعلى ما يقع التكليف، وعلى ما يقع الوضع المالي، وعلى ما يقع الوضع التربوي، وعلى من يعمل خارج البيت ومن يعمل داخل البيت. هذه كلها تقريبا حددتها كذلك هذه الصورة. أيضا حاولت أن تحدد في إطار علاقات الزواج السقف الأعلى للزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فكانت الجاهلية مثلا لا تعرف سقفا أعلى، الشريعة قالت لك والله عندك الحد الأدنى وواحدة، والحد الأعلى 4. الحد الأعلى 4. ما الحكمة أن 4؟ لماذا لم تكن 5؟ لماذا لم تكن 7؟ ما الحكمة؟ هل هناك حكمة 4؟ هو بلا شك نحن قد لا نعرف أصل المسألة، لكن لله تبارك وتعالى حكمة لها علاقة بالقدرة المالية، لها علاقة بالقدرة الجسدية، لها علاقة بتجدد الخلايا، لها علاقة بالسآمة، في أشياء كثيرة جدا. لو أن الطب النفسي دخل في هذا المجال لرأيت هنالك العجب العجاب. وربما كثير من الرجال يعرفون الأمر ولكن قد لا يبوحون بكثير منه. يعني تجد أنه مثلا الرجل مثلا يكون في قمة نشاطه مع زوجته لمدة 10 سنوات مثلا، هذا الغالب، ثم يحصل نوع من الفتور أو نوع من العزوف أو نوع من انشغال المرأة بأبنائها. كما يقولون كل طفل من حيث العلاقات بين الرجل والمرأة هو خصم على الأب، لأنه هو في النهاية سيأخذ مساحة من إيه؟ صحيح. يعني أنت بالأمس كنت ما شاء الله قبل أنت الوحيد فشاركك ابنك الأول، والثاني والثالث فتنشغل عنك الأولى، خلاص هي ستنشغل. الله المستعان. فحكمة الله اقتضت لا أن الرجل عنده المساحة أن يتحرك ولأن يجدد بس بشرط أن يكون عنده القدرة البدنية وعنده القدرة المالية وعنده القدرة على العدل. 3 أمور هذه لا بد أن تكون: القدرة المالية، قدرة مالية، وقدرة بدنية، وقدرة العدل اللي هي العدل. نعم. هذه الثلاث إذا توفرت. نعم. بعض الناس لا يملك العدل ولا يستطيع. بعض الناس لا يملك العدل. نعم. وبعض الناس للأسف الشديد لا يملك القدرة المالية
وبعض الناس أيضا لا يملك القدرة الجسدية الجنسية صحيح مثلا، هذه لا بد أيضا أن تكون في حاضرة في الموضوع. ثم بعد ذلك أيضا دخلت السورة في ما يتعلق في موضوع الزواج. في موضوع الزواج يمكن نحن في الحلقة الماضية تناولنا الزواج أحيانا قد يكون ممن يكون تحت ولايتك من الأيتام، أيتام مثلا، وأنت تشرف عليهم وتقوم برعايتهم وليس هنالك مانع من الزواج منهم. فنظمت الشريعة أيضا هذه المسألة، كيف يمكن أن يكون والله الزواج من هذا النوع. ثم نظمت العلاقة المالية بالنسبة للأيتام والأوصياء. ثم دخلنا بعد ذلك في القرآن في مجموعة إن شاء الله ستأتي تفصيلها، لكن دخلنا في مجموعة من الأحكام، المحرمات. دخلنا في المحرمات. نعم. أن منظومة الزواج يجب أن تدور خارج دائرة المحرمات. سبحان الله. لاحظ، وقسمنا المحرمات إلى محرمات نسبية ومحرمات. دعني أقرأ لك الآية. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم نعم. وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله. لاحظ هذه الآن ما شاء الله هذه الآيات اشتملت على جملة الممنوعات في عالم النساء، بدأت من زوجات الآباء وانتهت بالمحصنات من الرجال من النساء اللائي لهن أزواج. نعم. هذه الآية سبحان الله فيها تفصيل عجيب جدا، بحيث والله العلاقات التي تقوم بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالزواج عندها دائرة لا تقترب منها لا يقترب منها المسلم، لا يقترب منها المسلم ولا يقترب من الإنسان السوي، حتى الإنسان السوي الذي هو ليس مسلم لا يقترب من هذه الدائرة. فحددت هذه المحارم الأبدية والمحارم المؤقتة، وحددت كذلك الأسباب لهذه. يعني أنت قلت لا حتى الإنسان السوي لا يقرب منها. فعلا بعض الغرب الملحدين يعني أو اللادينيين لا يستطيع أن يتزوج أمه أو ابنته. هي فطرة هذه مسألة فطرة، يعني لا يقرب ابنته ولا أمه. نعم صحيح. نعم. سبحان الله. ثم بعد دائرة المحرمات، ودي ممكن الناس نقف عندها في التفصيل، لكن دخلت بعد ذلك في ما يتعلق بالقوامة، وهذا موضوع كبير جدا، ودخلت كذلك في حقوق المرأة فيما يتعلق مما ينبغي أن تعطاه. قبل أن ندخل في قوامة سنأتي إليها، لكن الآن نعم. قال حرمت عليكم. الذي حرمه هو الله سبحانه وتعالى، هو له حق التحريم. نعم. لكن هذا السرد الجميل اللي هي الأمهات والبنات والأخوات إلى آخره ختمها بقوله إن الله كان غفورا رحيما. والذي يظهر أن هذا حكم شرعي. يعني لماذا لم تختم الآية وكان الله عليما حكيما مثل التي بعدها؟ لماذا هنا كانت الخاتمة إن الله كان غفورا رحيما؟ أين الذنب الذي يحتاج إلى مغفرة، وأين الرحمة التي تحتاج فعلا إلى الرحيم سبحانه وتعالى؟ نعم. طبعا القرآن لحظة تنزله كان يعالج مشكلات واقعية وحقائق على الأرض، يعني كما يقول جاهلية. والثاني كانت في جاهلية، كان في إشكالات. فكثير من الناس أول ما تنزل هذه الآيات ماذا سيقول؟ ماذا عن أحوالنا السابقة؟ وكيف الذين ماتوا على مثل قضية الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانهم. فالله عز وجل يقول من هذه اللحظة أقلعوا عن كل ما له علاقة بهذه المحرمات. وما سبق إن الله غفور رحيم في أنه قبل التحريم، ولكن من اللحظة هذه ينبغي فصار سبحان الله من كانت له
10 زوجات، من كان له 8 زوجات نعم. أبقى على 4، يفارق 6 ويترك فارق 4. 6. نعم. ومن كان جمع مثلا بين الأختين يختار إحداهما، وهكذا. وما على كل المحرمات هذه بهذه الطريقة. وبالتالي وما كان سابقا فإن الله غفور رحيم. هذا هو. عفى الله عن الشيء الذي كان قبل نزول الشيء. طيب الآية التي بعدها ختمت وكان الله إن الله كان عليما حكيما، اللي هي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا هذا الأمر أيضا يعني لا أقول مشهور في بلادنا وفي بلاد القرن الأفريقي، إلا أنه موجود مع الأسف. المرأة يعني قد تتزوج مرة ومرتين وثلاثة وهي في ذمة الرجل الأول. يعني نود منكم التحذير من هذه الكارثة. هنا قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ما معنى هذا الكلام كتاب الله عليكم؟ ثم ختمها بقوله يعني بعد ما قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ختم بالعلم والحكمة. ما السبب؟ نعم. هنا طبعا بعد أن ذكر المحرمات ومنها ختمها بالمحصنات من النساء، ثم أشار إلى أن هذا مما كتبه الله تبارك وتعالى في كتابه. يعني هذا الموضوع مما هو مكتوب علينا ألا نقترب منه ولا نقترفه ولا نلتزم بلوازمه. يعني يجب أن نترك زواج المحرمات بأي شكل. لماذا؟ لأن هذا كتاب الله، هذا منطوق الكتاب، هذا ما جاءت به الشريعة، هي محرمات بالنسبة لنا. وهو النداء الأول يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم. اتقوا ربكم. نعم. كتاب الله. وأحل لكم إيه؟ ما وراء ذلكم. أيوة. أحل لكم ما وراء ذلكم محصنين غير مسافحين. أي هذا التحليل للنساء يجب أن يكون أيضا منضبط. لا يفهم الإنسان بأنه والله أنا أترك هذه المحرمات وما عدا ذلك من النساء فهن إيه؟ فهن حلال. لا، يجوز لك أن تتزوج بالحرائر والعفيفات منهن، ومن خلال عقد الزواج لا من خلال السفاح. يعني من خلال النكاح لا من خلال إيه؟ السفاح. وأحل لكم ما وراء ذلك محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منه. أيوة. هنا طبعا يلزم في الزواج موضوع المهر. رجعنا من جديد إلى قضية إيه؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. جميل. فيلزم إنه والله أنت عندما تريد أن تتزوج بالمرأة يجب أن تعطي المهر. جميل. وهذا واحد من عوامل القوامة طبعا، وبما أنفقوا من أموالهم، فأنت الذي ستنفق ليست المرأة. جميل. وفيه كذلك إثبات الجدية. أنت فعلا أنت جاد ولا ولو كانت غنية. ولو كانت غنية. لا بد أن يكون. وفيه كذلك جبر لخاطرها، وفيه إعطاء لها قيمة أيضا بطبيعة الحال. يعني على خلاف طبعا للأسف الشديد الآن المنظومات المعاصرة كل ذلك تحاول أن تهدمه لتجعل فكرة المساواة بين الرجل والمرأة هي الأصل، لكن الشريعة لم تبني هذا. يعني منظومة الشريعة نظامها إيه؟ نظامها مختلف. ثم دخلت الآية بعد ذلك في مسألة مهمة جدا، وهو من لم يتيسر له الزواج من الحرائر المحصنات. لكن ما بينت لنا لماذا ختم إن الله كان عليما حكيما. أين العلم هنا؟ أين الحكمة هنا؟ العلم أن الله تبارك وتعالى عليم بأفعالكم الخفية والظاهرة. بهذا الموضوع، موضوع الزواج كله، موضوع المحرمات، الله سبحانه وتعالى عليم بأعمالكم وأفعالكم، وحكيم في تحريمه وتحليله. حكيم في تحليله وتحريمه. وعليم بما يصلح لكم. عليم أيضا بما يصلح. نعم. عليم بما يصلح الآن وما يصلح لكم في المستقبل. نعم. كل ذلك فالله عز وجل عليم بما يصلح، وعليم بتصرفات العباد وأفعالهم بعد تنزيل هذا التشريع. هل سنلتزم أم لا نلتزم؟ هل سنتحايل أم لا نتحايل؟ يعني على سبيل المثال لو أباح الله لنا الزواج من الأختين، نعم، لكان بينهما من الغيرة ما يسبب قطيعة الرحم. أليس كذلك؟ نعم. وهكذا حكمه وحكمته سبحانه وتعالى واسع. جميل. الله يجزيك. فعلا بعدها قال من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الآية. نعم. تفضل واصل. هنا طبعا سبحان الله دخلنا في ما كان على الأقل في ذلك الوقت متاحا بحكم الجهاد في سبيل الله،
بحكم الواقع الاجتماعي أيضا والسياسي، وهو ظاهرة الإماء التي كانت موجودة. فالشريعة أباحت لمن لم يستطع أن يتزوج الحرائر لأنه كان فقير أو عاجز ما يستطيع أن يقوم بالأعباء المالية، فإن التكاليف التي تكون للأمة ليست كالتكاليف التي تكون للحرة، فأباح الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا أمرنا أيضا أن ندفع لهن، يعني حتى هذه ليست أيضا لا تأتيها هكذا، خصوصا إذا كانت في ملك الغير، إذا كانت في ملك الغير. جميل. لاحظت؟ فيلزم أنك أنت تدفع. لكن سبحان الله، لاحظ الآية بما ختمت. الآية ختمت والله غفور رحيم، ثم قال سبحانه يريد الله ليبين لكم. لا، قبلها هي هذه قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أحسن. لاحظ هنا سبحان الله، هو أباحت لنا زواج الأمة، نعم، لكن أشارت إلينا إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن تصبر على عدم الزواج من الإماء فهو الأفضل، لأن أبنائك سيكونون عبيد. أحسنت. يعني أنت صحيح حاليا أنت تعالج مشكلتك الخاصة، ولكن ستقع في مشكلة مشكلة أكبر، وهو أن أبنائك سيكونون في ملك الغير. نعم. وبالتالي هنا يقول لك والله يا أخي أنا أحللت لك ذلك حتى لا أضيق عليك، وأنت حالتك صعبة وفقير وكذا، وليس كل الناس يحتمل بطبيعة. وهنا أهمية الإعفاف. شوف رضي الشارع الحكيم أن يبقوا الأبناء أرقاء في سبيل أن لا يقع هذا الرجل في فاحشة. أحسنت. نعم، أن لا يقع في الفاحشة وأن لا يكون عليه العنت والمشقة. فهو أشار لك إلى ما هو أفضل، وهو أنك إن كنت تستطيع الصبر فهو الصبر أولى بطبيعة الحال. وهنا قال والله غفور رحيم. أين هنا المغفرة في ماذا؟ أين الذنب؟ اللي هو لما قالوا أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الله غفور رحيم، نفس الإشكال. يعني أنت الآن أن تأتي بالمفضول وتترك الفاضل أحيانا. أنت يعني الله يقول لك والله يا أخي هذه المسألة الأفضل منها كذا، وقد يكون هنالك تبعات تترتب على هذا الموقف الذي أنت قمت به، خاصة في الأجيال اللاحقة. أنت لا إثم عليك ما دام أنك أنت والله قصدت أن تعف نفسك، ولكن ترتبت على هذه المسألة بعض الجوانب السلبية في المستقبل. طبعا هذه الآية التي بعدها جدا مهمة يا شيخ حسن. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. من هم الذين كانوا من قبلنا؟ سنن الذين من قبلنا، هل هم أهل كتاب؟ مقصود بهم أهل كتاب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فعلا يعني نود من فضيلتكم الإشارة إلى زواج الكتابية بالكتابي، إلى زواج اليهودية باليهودي، إذا كان هو المقصود الذين من قبلكم هم هؤلاء. ثم قال ربنا عز وجل ويتوب عليكم. هل مجرد الزواج بالذين أحلهن الله لنا سبيل إلى التوبة؟ لأنه بالفعل إذا أنت تركت المحرمات من النساء ولجأت إلى وابتعدت عن الفواحش والزنا وأخذت بنت الحلال، هل هذا يعرضك إلى التوبة؟ ويتوب عليكم والله عليم حكيم. نعم، هو على كل أول الآيات سبحان الله فيها بيان لأنه في كانت أنواع من الزيجات في الجاهلية، سواء في شقها الجاهل العربي المشركين أو حتى في الشق الآخر هم أهل الكتاب. فالله تبارك وتعالى بهذه المنظومة الجديدة يبين الله تبارك وتعالى سنن الهدى. أهم ما في سنن الهدى وسنن الفطرة الزواج. نعم. وأهم ما في سنن الهدى وسنن الفطرة ترك المحرمات من النساء. يعني هذه السنن لا بد الالتفات إليها، لأن المجتمع لا يصلح إلا بذلك. وهذه هدايات علم الاجتماع كما يقولون، يعني هدايات علم الاجتماع الإسلامي قائمة على فكرة الإحصان وفكرة المحرمات.
هذه أساسية في الموضوع. في نفس الوقت أيضا ما الذي ترتب على من خرج على هذه السنن؟ أيضا القرآن الكريم يشرح لك ما الذي وقع بأهل الفواحش، ما الذي وقع بمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى، ما الذي وقع على أهل الكتاب الذين تحايلوا على أحكام شريعتهم. القرآن الكريم يتناول كل ذلك. صحيح. في نفس الوقت أيضا حتى لا يقال بأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذكم بما سبق قبل نزول الشريعة، فإن الله عز وجل يقول بأن والله باب التوبة من كل ما سبق مفتوح، لأني أتوب عليكم من اللحظة التي تتجهون فيها إلى أوامري التي أنزلتها في هذا الكتاب والتجأتم إليها بصدق حتى تبنوا هذا المجتمع الذي هو مجتمع الرشد ومجتمع العفة. نعم. جميل يا شيخ حسن. مفرد يريد الله وردت في القرآن 10 مرات. في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وختمت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. في سورة النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الآية. النساء أيضا يريد الله أن يخفف عنكم. نعم. في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وختمت ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي المائدة أيضا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وختمت يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. في الأنفال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. في التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. سبحان الله. كذلك في التوبة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها. الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماذا تلاحظ يا شيخ حسن في هذه 10 الآيات؟ تمر بنا ما بين الترغيب والترهيب بهذا التعبير القرآني الجميل. ما هو تعليقك؟ تعليق أول في موضوع الإرادة. الإرادة طبعا من الأشياء التي لها علاقة كبيرة جدا بموضوع العقائد والتصورات والسلوك الإنساني كذلك. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يستخدم 3 أنواع من الإرادات. خليني كده أسميها. الإرادة الأولى يسموها الإرادة الكنية. الكنية. أيوة. إيش الإرادة الكنية؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله. هذا مطلق الإرادة يعني لاحظ. طيب لكن عمليا هل أمضى الله قانون الكون وفق الإرادة الكنية أم استخدم إرادة أخرى؟ هو قال لك أنا ما أحتاج إن في خلق السماوات والأرض أن أخلقها في 7 ولا أحتاج إنه والله الجنين في بطن أمها يمكث 9 أشهر، لا أحتاج لهذا لأن أمري إنما هو كن فيكون. صحيح. لكن قال لك والله يا أخي أنا لي إرادة تكوينية أو سميها الإرادة القدرية، الإرادة الخلقية. الإرادة الخلقية تخضع لمنظومة السنن وقوانين الذي جعلها هو نفسه سبحانه هو جل جلاله. نعم. فقال لك والله أنا هذه السماوات اللي كان ممكن أخلقها في كن فيكون بلمح البصر خليها تطمن 7 أيام. هل عجز من الله؟ ليس عجز من الله. ليس عجز من لأنه أنا متصور عقائديا إن الإرادة الكنية يعني أنا سقف الإرادة كن فيكون. فلا تجد عندي تشويش في الإرادة الخلقية التكوينية. ما عندي مشكلة، أنا أعرف أن الله عز وجل بإمكانه أن يقول لكل كن فيكون. لكن في الإرادة التي أرادها الله لخلقه أراد أن يمضي ضمن قوانين وسنن طبيعية خليها الإنسان يقدر يستوعبها ويفهمها. فيخرج الطفل في 9 أشهر ويخرج بعض الأبقار في سنة والإبل ممكن تكون في سنة وهكذا، وبعض الحشرات تأخذ مثلا أسبوع أو أيام بسيطة وهكذا. فالإرادة التكوينية الخلقية هذا النوع الثاني. شيء عجيب. أي نعم.
وما فكثير من من الأشياء. دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم أيوة، بقواعدهم بقوانينهم بسننهم سننه في الكون. بلغاتهم بأمورهم، وهذا نعم. كله خلقه الله. هذا كله في الإرادة التكوينية، خلقه بما الله. فيها وجود إبليس. لا بد أن ننتبه هنا، سبحان الله. بما فيها وجود إبليس. في إطار الإرادة التكوينية الخير والشر كله موجود. جميل. الإرادة التكوينية لأنه في سيبنى عليها شيء آخر اللي هو قانون الابتلاء، فالخير والشر كله إيه؟ جميل. موجود. النوع الثالث هذه يسموها الإرادة التدوينية، أو علماءنا السابقين كانوا يسمون. لا، أين الثاني؟ قلنا الإرادة الكنية، الثانية التكوينية، تكوينية، الثالثة التدوينية أو الإرادة الشرعية. جميل. لاحظت؟ الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية جزء كبير من الآيات التي تم تلاوتها الآن لها صلة بالإرادة إيه؟ الشرعية. يعني مثلا يريد الله بكم اليسر، هذه إرادة شرعية. لاحظت؟ إرادة شرعية. وفي نفس الوقت يمكن أن تكون إرادة كونية، لكن هنا تحديدا أن الله تبارك في أحكامه أراد أن تكون. نعم. طيب، إنما يريد الله، إنما يريد، أيوة، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نعم. إرادة أيضا إيه؟ هنا إرادة شرعية، أن الله سبحانه وتعالى يريدكم أن تتجهوا من ناحية شرعية إلى هذا الاتجاه. إرادته الشرعية الله تبارك وتعالى يريدنا أن ندخل الجنة. إرادته الشرعية يريد لكن هل نحن سنكون مع الإرادة الشرعية ولا عندنا القدرة أن نسب الإرادة الأخرى؟ نعم. فهنا فموضوع الإرادات أول إذا تأملتها يا شيخ برهان ستجد إنه والله تساعدك في التحليل، إنه والله هنا إرادة كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا. الثانية إرادة خلقية تكوينية يخضع لقانون إيه؟ قانون السببية. الإرادة الثالثة هو ما يريده الله تبارك وتعالى. جميل. لكن أنا الذي كنت أريد أن أرمي إليه هذا الأسلوب القرآني الجميل في كون يعبر يريد الله يريد الله يريد الله. نعم. جاء في القرآن على ضربين. يريد الله في الجوانب الشرعية كما تفضلتم، نعم، وهي في مصلحة المسلمين. نعم. ويريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم في مجال العصاة والكافرين. نعم. يعني الذي مثلا الذي يخالف إرادة الله التدوينية الشرعية سيذهب مباشرة إلى إيه؟ إلى السخط. وبالتالي هنا هي بجناحين، الإرادة الشرعية على وجه التحديد بجناحين، بمعنى من ذهب إليها اختيارا طاعة لله سبحانه وتعالى فله إيه؟ فله الثواب وله الجنة. ومن خرج عن إرادة الله الشرعية اختيارا وجعل الله له المشيئة في ذلك، المشيئة الإنسانية، فإنه والعياذ بالله سيخضع لموضوع العذاب. لأن هنا يعني ربما يتصور القارئ أن عندما حرم الله عز وجل هؤلاء النسوة الزواج بهن يأتي في الذهن لماذا شدد علينا؟ نعم. لماذا ضيق علينا؟ نعم. فكأن جاء هذا في الذهن. نعم. فجاء الرد يزيل هذا. يريد الله نعم. ليبين لكم نعم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. لأنه بعدها قال والله يريد أن يتوب عليكم، كرر مرة أخرى. نعم. ويريد الذين يتبعون الشهوات نعم. أن تميلوا ميلا عظيما. بمعنى بهذه الأحكام وهذه التفاصيل التي أوردتها إنما أريد لكم التوبة. نعم. وأريد لكم العودة إلى الله، وأريد لكم الرجوع إلى الفطرة، وأريد لأن تشريعاتي منسجمة مع إيه؟ نعم. مع خط الفطرة. نعم. يعني الفطرة لا تتناقض، وبالتالي كأنما من عاد إلى أحكام الفطرة تاب إلى الله، ومن خرج عن أحكام الفطرة اتبع إيه؟ اتبع الذين يعني يريدوننا أن نتبع الشهوات. فهذه تقريبا فعلا. طبعا الآن في زمننا هذا منظمة السيداو والذين يدعون المرأة إلى التحرر من الرجل وإلى ذلك هم هؤلاء الذين يتبعون الشهوات. نعم. وفعلا عبر القرآن أن تميلوا ميلا عظيما. لو تعلق على هذا التعبير الجميل. نعم. سبحان الله. لاحظ قضية الميل. هو الميل أصلا عن إيش؟ هنالك الصراط. نعم. مش كده؟ الصراط وأهم ما فيه قضية الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم خط الخطوط المعروفة. نعم. فكأنما من استقام مع الصراط وصل ونجا. جميل. ومن مال هذا الميل لاحظ سبحان الله، الميل يبدأ من القلب، لكن الميل العظيم لن ينتهي بالقلب. الميل العظيم ولا هم أيضا يريدون منا ميلا قلبيا.
هم يريدون منا الميل الذي ينتهي بنا إلى السلوك الضال، نعم، وإلى الانحراف العريض، وإلى الخوض في الشهوات، وإلى الخوض في الشبهات، حتى يكون الميل بعد ذلك ميلا عظيما يصعب معه العودة إلى الطريق. طبعا في الغرب مع الأسف قتلت الفطرة نعم. وانتهت الحقيقة العفة عندهم، فأصبح كثير منهم حتى من المسؤولين والعلماء والأساتذة الكبار نعم. من خلال الدي ان اي او الدي ان اي نعم، ان ليس لهم، لا يعرفون من هم ابائهم ولا يعرفون لمن ينتسبون مع الاسف الشديد. وهذا ينطبق عليهم قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. قال سبحانه: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. من ماذا يخفف الله عنا؟ نعم. يخفف الله عنا من الأوزار ومن الآثام ومن الأغلال، وحتى يمكن أن نقول ما يترتب على الخروج عن هذه الفطرة من انتكاسات كبيرة قد تكون لها تبعات اجتماعية أيضا. يعني كثير من الإشكالات التي يمكن أن تقع بسبب مخالفة الفطرة وبسبب مخالفة الأحكام الشرعية، فإن ذلك من الأشياء التي تتطلب أن الله سبحانه وتعالى يخفف عن عباده بهذه الأحكام. يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع لكم فلا يكلفكم ما لا تطيقون. نعم. لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه، لذلك قال: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيف. نعم، خلق الإنسان ضعيف. يعني شوف الإنسان ده سبحان الله، إذا أردت أن تتتبع أحواله في القرآن الكريم تجد يحمل مجموعة من الخصائص، واحدة منها أنه خلق ضعيفا، واحد منها أنه خلق هلوعا، واحد منها أنه خلق جزوعا، واحد منها مثلا أنه خلق عجولة، وهكذا. فالإنسان الخصائص هذه كلها عندما تجمعها ستجد أن الإنسان يحمل خصائص الضعف بشكل كبير، وبالتالي لا يتصور الناس وهم يعني يهربون من أمر الله سبحانه وتعالى أنهم سيكونون في الرشد وفي القوة، لا، كلما أنت اقتربت من الشرع ستكون القوة الحقيقية في هذا الجانب. أحسن الله إليكم شيخ حسن. نحن الآن كنا نعيش في جو من المحرمات وفي جو من توجيه الرباني الجميل فيما يتعلق بالنساء: انكحوا هؤلاء لا تنكحوا هؤلاء. نعم. من كان منكم يعني عنده رغبة شديدة في الزواج فلا حرج له أن يتزوج الإماء، غير أن الأفضل له أن لا يتزوج الإماء بسبب أن أبنائه سيكونوا أرقاء. وهكذا توجيه في ظل هذه التوجيهات وأن هذا الموضوع خير لكم، مباشرة بعدها دخل سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أمرين عظيمين: عدم تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم القتل في وسط مسائل الزواج والنكاح. وبعدها قال: يعني ومن يفعل ذلك طبعا عدوانا وظلما سوف نؤتيه فسوف نصليه يعني فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سبب إيراد هذا التوجيه الرباني في وسط آيات أحكام الميراث وأحكام الزواج، ما سبب ذلك؟ أحسنت. هو صحيح أنت الآيات التي ستأتينا إن شاء الله التي فيها موضوع تحديد العلاقات المجتمعية وكيف يصلح المجتمع، سبحان الله، منها طبعا موضوع العلاقات المالية. لكن لماذا فعلا وردت هذه الآيات في وسط هذا الجانب؟ يبدو لي والله أعلم أن التحديات التي تواجه الأسرة وتواجه البيئة المتقاربة فيما بينها هي أن والله الانتهاك في الأعراض والانتهاك في الأموال والانتهاك في النفوس. كل ما يهدد الآن البنية، أي بنية اجتماعية، ما هو؟ أن يكون هنالك انتهاك في أعراضها، أن يكون هنالك عدم عصمة في أموالها، أن يكون هنالك عدم عصمة في دمائها.
كل البشرية. فإذا هذه الثلاثة انتهت انتهى المجتمع. انتهى الموضوع تماما. إذا كان فكأنما مثل الله عز وجل الحيوانات قال لك والله الآن نحن حددنا لكم موضوع الأسرة واستطعتم، لكن أمامكم تحديات. بدءا من إيش يا شيخ برهان؟ ليش هنا جاب القصة على الأموال؟ عندك الآن طائفتين ضعيفتين ذكرتا من قبل. هذه المرأة التي عندها مهر، وهذا اليتيم الذي عنده مال. أنت الآن في أسرة، لاحظت؟ وقد يكون والله أنت وصي على أيتام، وقد تكون لا أنت تقوم على الإشراف على امرأة، والنساء أحيانا قد تكون أنت أب، وقد تكون أنت أخ، وقد تكون زوج، مش القضية فقط. غالبا سبحان الله تأتي المظالم في هذه المساحة. فالله عز وجل في الوقت اللي يبني الأسرة يقول لك والله هنالك مهددات في الأسرة، هنالك معكرات صفو الأسرة، هنالك ما يمكن أن نسميه بما يهد هذه الأسرة اللي في الجزئية المالية. فكلما أنت اتقيت الله سبحانه وتعالى في أموال الأيتام، واتقيت الله تبارك وتعالى في أموال النساء، واتقيت الله في أموال بقية المسلمين، فإن ذلك مما واتقيت الله في دمائهم في أعراضهم. هذه الآية سبحان الله. لكن فقط الآن جزئية المال إنه هذه طوائف ضعيفة، ويمكن الإنسان أن بأي شكل من الأشكال يحصل على هذه. فالله سبحانه وتعالى هنا سبحان الله 3 أشياء اعتبرها أصول: حماية الدماء، وحماية الأعراض، وحماية الأموال. وأكد على إنها من الكبائر إن ارتكبت بقوله أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. أحسنت. لاحظ هنا الله تبارك وتعالى ضمن لك مسألة مهمة جدا. حدد لك أول الكبائر، جزء منها كبائر في الأعراض، جزء منها كبائر في النفوس، جزء من كبائر في إيه؟ في الأموال. ثم قال لك والله إن اجتنبت كبائر هذه الثلاثية كفرنا لك الصغائر. وده طبعا أنا أعتبره نوع من التحفيز. سبحان الله. كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك اضمن لي كذا أضمن لك كذا. لا أحد ينجو من اللمم، لا أحد ينجو من الصغائر، كلنا يعني معرضون إلى هذا. لكن قال لك والله إياك والكبائر. والكبائر محددة، أشياء كبيرة. إياك والزنا، إياك والربا، إياك وقتل النفوس، إياك وسرقة أموال الناس، إياك وأكل أموال اليتامى ظلم. كل هذه الكبائر إذا اجتنبتها فإن الصغائر التي تقع فيها فإنها مشمولة برحمة الله تبارك وتعالى وعفوه. رائع جدا الشيخ حسن. طبعا أيضا ما نحب أن ننتقل إلى الآيات الأخرى قبل أن نقرأ هذه الآية العظيمة أيضا، وهي قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. كم نحن بحاجة فعلا أن نرضى بما قسم الله لنا رجالا ونساء، ونسأل الله تعالى حينها من فضله. تعليقكم على هذه الآية في دقيقة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى آيات مهمات في قوامة الرجل. الإنسان شيخ برهان لا بد له من الرضا في أمرين. لا بد له من الرضا فيما أراده الله به. نعم. فالرجل خلقه الله رجل، الرجل خلقه رجل، والمرأة خلقها الله. فابتداء لا بد من الرضا فيما أراده الله بك. نعم. فلا تذهب تعمل عمليات جراحية وتغير نفسك من الرجل إلى المرأة. لا. شوف يعني من أخطر القضايا أن لا يرضى الله تبارك، لا يرضى الإنسان بما كتب الله له من حيث إنها ما شأنك. يعني كل واحد منا أراد الله له وضعية. أراد الله لك أن تكون حبشيا وأن تكون إريتريا، هذه ليست لك فيها إيه؟ نعم صحيح. لا دخل لك. خلقني الله في إريتريا مثلا، خلقت في إريتريا وابتلاني الله بهذا النظام مثلا، هذه الله المستعان. نعم. ففرق بين ما يريده الله بك وما يريده الله منك. فأنت انشغل بما يريده الله منك. في أي شيء ما شاء ركبك. أيوة، في أي شيء ما شاء ركبك. فأنت ترضى بما كتب الله لك تسليما وقضاء وقدرا، وتقول رضينا بالله ربا في كل ذلك، ولكن انشغل بما يريده منك. قال لك أنا أريد منك أن تكون موحدا، أريد منك أن تكون عفيفا، أريد منك أن تكون ليس آكلا لأموال اليتامى، أريد منك أن تكون قواما داخل بيتك، أريد منك أن تكون داعية إلى الله، أريد منك أن تكون مجاهدا في سبيل. كل هذا ما يريده منك. حصل؟ طيب، في هذه المساحة ما يريده منك حصل أيضا تفاضل. حصل مثلا أن الله تبارك وتعالى جعل النبوة والرسالة في الرجال، فلا تحسدهم.
فلا تحسدهم في ذلك. يا نساء لا تحسدن الرجال. أيوة. ما تروحي تقولي أنا أريد أن أكون نبيا أو رسولا. فالرسالة والرسل في الذكور محصور وهكذا. نعم. من ضمنها عشان ما نمشي بعيد مثلا في موضوع الأسرة، مما جعل الله تبارك وتعالى في إطار الأسرة القيادة للرجل. نعم. فلا تحاولي أيتها المرأة نعم. أن تناطحي فيما لماذا الرجل هو الذي يطلق؟ لماذا الرجل هو الذي لديه؟ لماذا الرجل هو الذي كذا؟ نعم. ولذلك أيضا القوانين الوضعية التي جاءت إذا المرأة 50% من أملاكه ظلما وعدوانا. صحيح. كل هذا ترى اعتراضا لهذه الآية. حقيقة ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا. أيوة. هنا برضو في إشارة أخرى لا بد أن أشير إليها، ما فضل الله به بعضكم على بعض في الأحكام أيضا في المواريث لا تتمنى أيضا سواه. نعم. هذه أيضا أحكام لها خصوصيتها ولها حكمتها ولها رعايتها التي يريد الله تبارك وتعالى بها أن يتوب علينا. فأيضا لا تتمني أيتها الفتاة مساء الشقيقة، ليش ما جعلني الله مساوية لأخي الشقيق؟ لا، أنا أمس ذكرت إنه أو أمس ذكرنا إنه في تفاضل في هذا الموضوع. نعم. ولحكمة يعلمها الله. إذن لا تتمنوا ما فضل الله به. وهنا في لطيفة أيضا، هنالك قضايا قد تكون المرأة مفضلة بها كذلك. بعض الرجال يقول لك ليش والله نحن ندفع المهور ونحن ندفع المصاريف مثلا النوع اللي الآن. نعم صحيح، وهذا موجود. شاركيني في دفع أجار، شاركي أخرجي معي، ساعديني في أيوة. في كذا. وهذا نعم أيضا وهذا يعني مصيبة أيضا، مصيبة أخرى. نعم. يعني الرجل أيضا فضل المرأة أن تكون ملكة في بيته. حصة أنت ليس مكانك هنا، الذي يضرب في الشارع هو أنت لا. وليس هي. ويلزمك أن تنفق عليها، ويلزمك أن تسدد الأجار والكهرباء. أيوة. والمصاريف وكل شيء. نعم. تتحمله أنت. نعم. لا تتحمله هي. وهي عليها في البيت أن تستر نفسها نعم. وتعرض نفسها وتشبع غريزة زوجها وتربي الأبناء والأطفال. هذا هو النظام أيوة. الإلهي الذي أمر الله عز وجل به الأسرة. وكأن الله يقول في مجتمعكم سيحصل هناك تفاضل بينكم، هناك مجتمع الرجال. أحسنت بما استفدتم منك شيء. الله يجزيك. هو كذلك. جزاك الله خيرا. بعدها قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن كان يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ما أجمل هذه الآيات وهذه الكلمات، آيتان عظيمتان في كتاب الله فيها لب الخلافات. صدقني يا شيخ حسن، لو قرأ الناس وتعلموا بإخلاص وبدون هوى هاتين الآيتين ما أعتقد احتجنا إلى محاكم الطلاق ومحاكم الزواج أو محاكم الفصل بين الزوجين. تعليقكم على هاتين الآيتين وخاصة فيما يتعلق بما فضل الله بعضهم على بعض، ما الذي يعني؟ ثم قال بما أنفقوا من أموالهم، ما الذي يعني؟ ثم هنا قال واللاتي تخافون نشوزهن. لماذا خصص النساء بالنشوز فقط بينما هناك من ينشز من الرجال أيضا؟ لو أن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فهناك نشوز من الرجال، لكن هنا رب العالمين ركز فقط على النساء. لماذا؟ ما سبب قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا؟ وإن خفتم هنا يحصل الخوف أيضا درجة الخوف هذه وأهل هذه غالبا ما يبوء بالفشل فيأتي بحكام آخرين. وهل هذا صحيح؟ اليوم
أحرص الناس على المرأة أهلها، وأحرص الناس على الرجل أهله، لذلك رب العالمين قال هذا. لكن مفهوم الناس اليوم ما أدري لماذا يرغبون في إحضار، هل لأن الأهل نفسهم غير جادين، أو قد تكون مثلا الحماة سبب في هذا الموضوع، وقد يكون هكذا. نريدكم أن تجيبوا على هذه المحاور في هاتين الآيتين، لأنهما مهمتان جدا في إقامة الأسرة. ما يمكن أن نقوم الخلافة التي ذكرها الله في سورة البقرة ما لم نحسن هذه الناس معنا. صحيح. هنا طبعا واحدة من الأركان الأساسية في بناء الأسرة موضوع لمن القيادة داخل الأسرة. هذا السؤال نعم. طبعا في إطار العلوم السياسية أهم سؤال هو لمن السلطة؟ لمن السلطة؟ مش كده؟ لمن السلطة؟ نعم. هذا من أعقد المفاهيم الفلسفية يعني، ويتصارع فيها الناس. هل السلطة بالعرق؟ هل السلطة بالقوة؟ هل السلطة بالوراثة؟ هل السلطة؟ هذه أسئلة كثيرة جدا. لذلك الله تبارك وتعالى بما أن هذه المنظومة الصغيرة إذا نجحت بشكل صحيح ستخرج لنا إنسانا سويا، الخليفة الذي يريده الله. فهي المكان هنا، التنشئة هنا، التربية هنا. طيب إذا كان يا شيخ برهان لا أحد يقبل داخل شركة بسيطة مثلا رأس مالها 100,000 دولار ولا 200 ولا مليون دولار أن تكون بلا رأس. صحيح. كيف تريد لأسرة عليها مدار مستقبل بلد كامل، مستقبل أمة ومستقبل أجيال، أن تكون بلا رأس أو تكون برأسين يتناطحان؟ كل السلطة، منظومة السلطة في الكون كله لابد أن يكون فيها إيه؟ آمر وناهي. نعم. مش كده؟ طيب أنا أعجب للذين يتكلمون الآن عن فكرة إنهاء القوامة. إنهاء القوامة هي حالة القوامة، هي حالة قيادة، لكن حالة قيادة داخل الأسرة. فالله تبارك وتعالى حسم هذا الموقف بحيث فيما يتعلق بمنظومة الأسرة الرجال قوامون إيه؟ على النساء. على النساء. سبحان الله. لما فضل الله تبارك وتعالى فضل الرجال في كثير من القضايا، لكن هنا تحديدا التفضيل المعني هنا هو وجود درجة للرجل اللي هي درجة القيادة. هذه الدرجة مهمة، أن الله عز وجل أراده أن يكون هو إيه؟ قائد. هو القائد. والقائد حتى لو كانت المرأة أذكى منه، لو أذكى، لو أعلم، لو أي حاجة، لكن قيادة البيت القيادة له بما آتاه الله من هذه السلطة. بما آتاه الله من هذه السلطة. نعم. سبحان الله. ولاحظ هنا طبعا لما نتكلم عن أسرة، في البداية أنت تتكلم عن شخصين، لكن بعد فترة حتتكلم عن مجموعة، يكون في أطفال ويكون في يعني عائلة متكاملة. صحيح. فإذا لم يكن هنالك من هو مسموع داخل الأسرة، هنا لا نتكلم الآن عن التسلط والاستبداد والقصص هذه اللي لا نتكلم عن، ما أحد ينهي الخلاف في البيوت بين الإخوة والأخوات إلا الأب. سبحان الله. أحسنت. إلا الأب. وآخر ما يرجع إليه الأب. يحاول قدر الإمكان يحل مشاكلهم مع أمهم. نعم. حتى لا تصل إلى الأب. وإلا سيحسم. نعم. فهم يحرصون. مرة وأنا ماشي أنا والأسرة وماشيين يعني نتمشى، فاختلفوا الأبناء، قالوا جزء يريد يذهب إلى مكان المطعم الفلاني أو كذا، الآخرون قالوا، فاختلفوا ما بينهم. فقلت لهم اختلفوا وإلا اتفقوا وإلا سنلغي الرحلة. فعملوا اجتماعا سريعا. قالوا أبونا سيحرمنا من هذه الرحلة، الأفضل لنا أن نتفق. فاتفقوا على أمرين بينهم، فقلت لهم الآن أنا أسير إن شاء الله. أحسنت. فهي هكذا. فالجزئية هذه سبحان الله جزئية مهمة جدا في منظومة الأسرة. ونحن اليوم نواجه هنالك نظاما جاهليا يحاول أن ينهي منظومة الأسرة من خلال إنهاء منظومة القوام. نعم. هذه واحدة. طيب بما فضل الله بعضه في تفضيل، ما في كلام يعني. جنس الرجال فضلهم الله في مجموعة أشياء، ليس هذا مجاله، يمكن أكثر من 10 مجالات في الفقه الإسلامي معروف أن الرجال خصصوا بها. منها ذكرت قضية النبوة والرسالة، ذكرت قضية إمامة الصلاة، ذكرت جملة من الأشياء الله تبارك جعلها لإيه؟ للرجال. قضية الآذان، قضية الإمامة، في أشياء كثيرة جعلت للرجال. طيب بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا. طبعا هنا حتى تكون الصورة أيضا واضحة، حتى لا يفهم الناس بأنه والله عملية الأفضلية هذه هي عبارة عن كثيرين يقول لك أنت مجتمع ذكوري، تفكيرك ذكوري. هي القضية هنا نحن نتكلم عن أحكام شرعية متعالية لا علاقة لها بصراع الرجل والمرأة. يعني الله تبارك وتعالى لا يدخل معك هنا في ساحة إيه؟ ساحة صراع. هو رب جل جلاله ينظم العلاقات بين الأطراف بما يصلحها. يقول لك والله أنا الذي خلقت،
أعلم نفسية المرأة وأعلم نفسية الرجل وأعلم ما سيصلح هذه الأسرة في الحال وفي إيه وفي المآل. فالقيادة له. نعم. دي واحدة. وبما أنفقوا من أموالهم أيضا هذه القيادة لها تبعات، يعني مش قيادة كده لا، لها تبعات. فهو الذي يتولى الشؤون المالية كلها، بدءا من الإنفاق المالي على الزواج، من بداية الزواج إلى نهايته. ما الذي يصرف؟ صرف الرجل. نعم. مش كده؟ صحيح. دخلنا إلى الأسرة، الذي يصرف من هو؟ الرجل هو الذي يتكفل كل شيء، يتحمل كل شيء، يتحمل كل. مرضت عليه، إذن كما سعودت عليه، يقولون الهدايا، المشاوير، مصاريف كثيرة. القاعدة الفقهية تقول الغنم بالغرم. هذا الذي أنفق وأعطى وسيعطي لابد له من إيه؟ من وضعه. هذا الوضع الطبيعي. فإذا لم تكن له الطاعة في البيت سرعان ما ينهدم هذا البيت وينتهي بالطلاق. صلي يا بنت الحلال، ترفض. لا تخرج من بيتك، تخرج. يا بنت الحلال اعقلي، ترفض. ينتهي بالطلاق. نعم. وتفشل الأسرة. نعم. مع الأسف الشديد. تمام. نعم. إذن هذا مفهوم جدا جدا. طبعا أنتم أشرتم إليه إشارة خفيفة، كذلك هناك فرق في الخلقة، وليس الذكر كالأنثى. فالمرأة حينما يقال ناقصة عقل ودين ليس هذا قدحا فيها، وإنما هكذا خلقها الله. نعم. أليس كذلك؟ صحيح. يظن بعضهم أن هذا فيه ربما هي سبحان الله تكون كما ذكرنا أنها متعلمة أكثر من زوجها، قد تكون ذكية أيضا، ولكن لا تخلق كونها أنثى، تبقى أنثى. نعم. هي أنثى وليست ذكر. صحيح. وليس الذكر كالأنثى. في آية الدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. فرجل وامرأتان، فشهادة امرأتان إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء. نعم. في حين أننا نجد يا شيخ حسن ذاكرة المرأة أحيانا قد تكون أقوى من ذاكرة الرجل. في بعض الأحيان المرأة تستطيع أن تذكر لك تفاصيل القصص، لكن عمق ذلك لا يعلمه إلا الله. على كل حال الرضا بما أمر الله من أحكام للنساء، نعم، فيرضين بأحكامهن، هذا مطلوب. نعم. والرجال أيضا يرضون بما أمر الله. هنا ننتقل إن خفتم شقاق بينهم. أيوة، هنا بطبيعة الحال حدد القوامة وحدد اللنا وكل شيء، لكن هذه الأسرة يمكن أن يقع فيها خلاف، ويمكن أن يخرج هذا الخلاف عن دائرة البيت. إذا كان والله تم استيعاب الخلاف داخل البيت فلا حرج، هذا هو المطلوب. نعم. والأفضل كلما استطاعت الأسرة تحل مشكلاتها في بيتها دون تدخل الآخرين، لأنه متى ما تدخل الآخر خلاص القصة خربت. لكن لو افترضنا أنه فشلت الأسرة في حل مشكلتها، فشلت في أن تحل المشكلة، هنا لابد أن يأتي يأتي الحكمان، نأتي بحكم من أهلها. لكن ابتداء قبل أن نأتي بالحكمين، الحكمين غالبا سيحال إليهم الأمر من القضاء. أنت تستبد القاضي، فالقاضي يقول هذه امرأة ناشزة متمردة. النشوز هو عدم الطاعة، والنشوز هو الاستعلاء. مرأة متعالية زي ما قلنا احنا رافعة أنفها على زوجها. فالرجل يذهب ليقول هذه امرأة ناشزة غير طائعة. لاحظ هناك ماذا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ، مش كده؟ نعم، أثنى عليهن فعلا. هذه وضعية المرأة. فالصالحات من هن؟ قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قالوا لا تخافون نشوزهن. أيوة، واللاتي تخافون نشوزهن هنا طبعا فعظوهن، مش كده؟ فعظوهن هنا ارتفاع وعلو. صحيح. هنا زي ما قالوا التقويم فرع القوامة. التقويم فرع شنو؟ الرجل قلنا هو قوام الآن على أسرته، قوام على أسرته في الإصلاح المالي، قوام على أسرته في الإصلاح الديني، قوام على أسرته في الإصلاح الاجتماعي، قوام على أسرته في الإصلاح الأسري. إذن هو قوام ومقوم، يعمل على تقويم أسرة بما فيها الزوجة، خصوصا لما تبدأ في النشوز. بدأت في النشوز لابد أن يكون في محاولات إصلاحية، يجلس معها، يعظها، يذكرها بالله، يذكرها بحقوق الزوجية، يذكرها بالعلاقات الجميلة بينهم إلى غير ذلك من فعظوهن. ما نفعت العظة فهجروهن، مش كده؟ في المضاجع. تبدأ في عملية الهجر، وأن يكون الحجر في غرفة النوم كما يقول. نعم، يعطيه ظهرها. ما نفع ذلك قال فاضربوهن.
ضربا غير مبرح طبعا هي لا يكسر عظما ولا يقدش لحما. أحسن. هنا طبعا كثير من الناس يذهب إلى قضية التأويل البعيد إلى مسألة فاضربوهن، وهذا ليس صحيح. الله سبحانه وتعالى العليم بأوضاع البشر، والعليم بأوضاع النساء، والعليم كذلك يا شيخ برهان بأوضاع المجتمعات، فالمجتمعات ليست كلها واحدة ولا أعرافها واحدة، ولا قد تكون هنالك امرأة سبحان الله بس بنظرة مزاجها يتغير. نعم. وفي نساء ما هامها كلام ولا عظة ولا نصائح ولا لا ينفع معها إلا إيه؟ إلا أن تضرب ليقال لها إن والله وصلنا إلى نهاية الشوط، ولكن بالشروط التي ذكرت. سبحان الله. أيوة فاضربوهن. طيب يا شيخ حسن، كيف نوفق بين هذه الآية الكريمة التي تأمر بالضرب للنساء النواشز التي لم ينفع معهن لا وعظ ولا هجران، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة أنه ما ضرب امرأة قط، رغم أنه أيضا تعرض لكثير من الضغوطات الأسرية. يعني مثلا امرأتان من زوجاته تظاهر عليه وعملنا أشياء خطيرة لدرجة نزلت فيهن آيات يعني عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات حافظات إلى أن قال يعني فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كان الموضوع كبير تدخل فيه الرب سبحانه وتعالى وجبريل والملائكة والمؤمنين بعد ذلك ظهير، ومع ذلك ما ضربهن النبي صلى الله عليه وسلم. ما توجيهكم في هذا؟ نعم طبعا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم دائما في كل التشريعات هو كمال التشريع، وهو نعم. عزائم التشريعات. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يتعالى عن الرخص، فالضرب رخصة وليست عزيمة. جميل. ضرب رخصة ليست، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بها. فكأنما مروءة الرجل وقوة الرجل وشخصية الرجل لا تذهب به إلى هذا المستوى. يا بنت الحلال عقلي، أيوه إما عقلي وترى يعني سيكون فراق. أيوه يعني الآن أنا أفكها نعم. خير من أني أضربها. أي أحسنت. بعض النساء تقول لك لا أضربني أيوه ولا تفكني. نعم صحيح. بعض النساء كده ترى. أحسنت. ولذلك هذه الجزئية شيخ برهان لما أقول بأن عالم النساء نفسه ليس سواء. سبحان الله. في نوع من النساء إن رفعت عليها الصوت تقول لك طلقني. أيوه. وفي نوع إن ضربتها تقول لك لا تطلقني. تقول إذا ما ضربتني أنت ما تبي رجال. مثلا. الله يلعنك. فهي وبعض النساء تنظر للرجل إنه والله يا أخي لأنه يحبها ضربها مثلا. يقول لك والله مقدم كذا عندها فيه موجودة. فليسوا سواء. فعلى كل الرجل هذه محطات الإصلاح. سبحان الله. محطة الأولى. لكن كما تفضلت قمة التشريع والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدم ضرب النساء. ما أكرمهن إلا كريم. خلينا أقول برضو أحسب والله أعلم ما نشز زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تطاولت عليه في الطاعة. يعني هن مشاكلهم كلها مشاكل أمهاتهم غيرة فيما بينهم، مشاكل التي ترد، لكن أن تكون هنالك حالة تمرد على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنا فيه نظر. ربما أن أمهات المؤمنين لم يبلغنا، لكن المشاكل حصلت. في مشاكل يعني في مشاكل حصلت. والنبي عليه الصلاة والسلام طلق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه. نعم. يعني تخيل أنه آلى من نسائه شهرا كاملا. ضربت له خيمة فخرج من البيت وآلى من نسائه. نعم. مرحلة الوصول إلى الإيلاء مرحلة كبيرة من الغضب يا شيخ حسن. نعم. هنا سبحان الله يحضرني أيضا قبل أن نختم يعني الموضوع كيف أن اللحظة التي حصل فيها نزول الآيات آيات التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل ودخل في حائط بستان من البساتين، فعمر بن الخطاب وواحد من الأنصار كانوا يتناوبون عندهم التآخي، فيوم يكون عمر في الزراعة واليوم كده واليوم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. للعلم سبحان الله. للعلم. فهذا اليوم سبحان الله صاحب عمر وجده قلق جدا وقابله في الطريق قال له لقد وقع أمرا عظيما. قال له ماذا حصل؟ هل هجم الروم على مدينة رسول الله؟ قال الأمر أعظم من ذلك. لاحظ انت فكرة أن مشكلة النبي وأسرته نظروا إليها بأنه إيه؟
نعم، طامة كبرى. طامة كبرى صحيح. حصل لأن هدم أسرة. هدم أسرة. فلما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن المشكلة حصلت بينه، فإذا به يغضب غضب شديد ويذهب إلى بنته ويذهب إلى الأزواج ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في محاولة إصلاح الحالة الأسرية. فليت الناس تتداعى كما تفضلت. وبالتالي هنا موضوع النشوز إذا كان خلاص ما نفع الوعظ الداخلي وذهبوا بعد ذلك إلى القاضي أو الحاكم وعرضوا عليه فقال هو ناشزة وقالت هو متسلط ومتجبر وضارب كذا وسكرجي مثلا، هنا القاضي يحيل إلى الحكمين. والله الكلام كثير جدا يا شيخ حسن. كنت أريد أن أسألك أيضا، في بعض البلدان تجد القضية الأسرية في المحاكم تأخذ سنة وسنتين، وتأخذ أحيانا 3 سنوات. القاضي لا يحكم بالطلاق، وتبقى المرأة لا هي مطلقة ولا هي زوجة. صحيح. والرجل يتزوج أخرى وتبقى هذه معلقة. ويرى القاضي أن هذا من مصلحة الأسرة حتى لا يتشتت الأبناء تبقى. اليوم ببعض الدول تغيرت أبدا، إذا حصل بينهم خلاف يسأل القاضي تطلق ولا أطلق، في نصف ساعة انتهى الطلاق، انتهى، يقع الطلاق، وهذه تأخذ ورقتها وتمشي. سنتحدث عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله بالتفصيل. نريد أن نعرف كيف كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة. هل كانوا فعلا يطلقون مباشرة دون محاولة الإصلاح، أم كانوا يصبرون من سنة إلى سنتين؟ كل ذلك سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. بعد هذا الكلام الجميل والآيات الطيبات المباركات، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما مناسبة هذه الآية الكريمة في ذكر الأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به، وكذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين والإحسان لذي القربى واليتامى والمساكين؟ كل ذلك جاء بتوجيه كريم في هذه الآية الكريمة بعد الكلام عن الأسرة والإصلاح بين الزوجين، والأمر بطاعة الزوجات لأزواجهن، وأمر الزوج أن لا يتعالى على زوجته. كل هذا في جانب الأسري، ما دخل ذلك في عبادة الله وعدم الإشراك به والإحسان إلى الوالدين؟ سنعرف ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة. تابعونا بعد شهر رمضان المبارك أول أسبوع. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى. كان يجدد الترحيب بالشيخ حسن سلمان، وأيضا بالشكر الجزيل له على ما قدم من هذه الدروس والبيان الطيب المبارك خلال شهر رمضان المبارك. والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على حسن المتابعة والصبر على تفاصيل هذه الآيات. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد. في الحقيقة لا أحب أن أختم هذه الحلقة، أتمنى أن تطول لأنها آخر ليلة. نسأل الله تعالى أن اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى عافية. إنك أنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد.
ورحمة الله وبركاته. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم.